الثقافية كافيه في تقرأ أو أكثر في حضرة مولاي الشعر، ومن خلال المنتديات التي انتشرت على الفيسبوك وعلى الإنترنت بشكل عام، استطاعت هذه المنتديات أن تفرز لنا مبدعين على كافة نواحي أو مناحي الإبداع المختلفة. ومن هذه المنتديات الشهيرة منتدى عاطف الجندي. معي الآن مؤسس المنتدى والشاعرة الدكتورة هناء المشري. دكتورة هناء، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أستاذ عاطف الجندي الشاعر والأديب وصاحب المنتدى، أهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. أستاذ عاطف، واحنا بنتكلم عن منتدى عاطف الجندي وهو دائم الحضور والتواصل مع المبدعين الشبان، كيف نشأ هذا المنتدى، ويعني كيف وضعت له استراتيجية معينة لاكتشاف المبدعين؟ حقيقة هو بدأ نقول صدفة، بالمعنى ان انا كنت عاوز اعمل منتدى على الانترنت، ان الاسم يجي ازاي. صديق لي قال لي لا اعمله باسمك وهكذا. في البداية واجهتني ان انا هيكون هذا المنتدى هو شيء ذاتي باسم فلان، مش منتدى شيء عام يعني الخاص. قدرت اتغلب على هذه المشكلة بالفعل بدعوة اصدقاء، بدعوة او بنقول ان الاعمال التي كتبت في هذا المنتدى كان لابد ان نحن نرد عليها بموضوعية تامة. بدأنا نعمل أقسام متنوعة جدا عن أخبار ثقافية في المنتدى، شعر الفصحى موجود، القصة وإلى آخره. بدأنا أيضا الفكرة إن احنا نطوره، طب نعمل له جائزة مسابقة أدبية شهرية لأجمل عمل يقدم، جائزة رمزية بالفعل من أحد المتبرعين أو المتبرعات في المنتدى لهذا المبدع أو ذاك في الفصحى والعامية والنثر والقصة أيضا. 4 جوائز كل شهر تقدم لأجمل عمل قدم. وقلنا يمكن الكبار شوية يعني مش ما يحققهمش الاشتراك يا جماعة، احنا دي جائزة تشجيعية بالنسبة للشباب. متى بدأ تدشين الموقع أو المنتدى؟ يعني دلوقتي داخل على 4 سنين 4 سنين بالظبط. تقريبا يعني 4 سنين إن شاء الله. في 5 اللي جاي دهوت هنكون احنا 1/5 بالظبط، هو اتعمل في 1/5. 5 سنين إن شاء الله هيكون أرض. أنا عاوز بس أقول لحضرتك إن الفكرة بعد كده ان احنا طب بدل ما بنلتقي على الانترنت، طب ما نعمل ندوة نلتقي فيها هذه الوجوه احنا ما نعرفش بعض. دي نقطة مهمة جدا، او هذه يعني نعم. محط يعني مهم جدا، او محطة مهمة جدا لابد وان نقف عندها. موضوع ان الكثير من المنتديات دكتورة هناء يعني يكتفون او يكتفي اعضاء هذه المنتديات بالتواجد والتواصل عبر العالم الافتراضي، ولكن الواقع الملموس ضروري جدا. يعني متى بدأت تتلمسي الطريق إلى هذا المنتدى؟ والله أنا من حوالي 6 شهور بالظبط تحديدا بدأت أعرف طريق المنتديات على النت بصفة عامة. ماشي. ده أنا وأنا في مهد طريقي الأدبي. النت ده كمنتديات أدبية على النت ساهمت في دفعة كبيرة جدا وادتني ثقة عالية جدا في شعري. تحديدا المنتدى الأستاذ عاطف الجندي أنا مسجلة فيه في شهر 12. عرفته عن طريق استاذ الدكتور عادل نمير، هو كان عضو اصلا سابق ليا، هو الاستاذ الدكتور اللي بيحاضرني في الشعر وبدرس على ايده اسس الكتابه الشعريه وعلم العروض العربي، عضو سابق في المنتدى، فعرفنا ده عليه. بعد انتهيتي من كلية الطب البيطري ولا؟ يعني بعد انا بكتب شعر من رابعه كليه، بس انا ما درستش عروض غير من سنه تحديدا، درست اوزان الشعر من سنه تحديدا. كان مهم انك تدرسي العروض طبعا لازم. علم العروض مش علم سهل، مش سهل خالص بالمره يعني. وخصوصا على المش متخصصين في ولكن الموهبه بتغني الشاعر عن احيانا تعلم بعض يعني اساسيات الفن. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ان الدكتوره هناء بالفعل لما دخلت المنتدى انا فوجئت، ويمكن كتبت لها في احد التعليقات بتاعتي انك اكيد انت خريجه دار علوم. هذا التمكن وهذه اللغه والسلاسه ونقول الوزن المتمكنه منه جدا، فكرتها بالفعل ان هي دار علوم، خريجه دار علوم. ولكن كانت المفاجاه ان هي دكتوره وبعيده تماما عن اللغه، ولكنها احبت اللغه. أنا عاوز أقول بس إن هي لحسن الحظ إنها فازت بجائزة أفضل قصيدة فصحى لهذا الشهر، اشتركت في المسابقة وفازت بجائزة أفضل قصيدة. ويوم السبت اللي فات يا أستاذ حسن كانت الندوة بتاعتنا اللي قلت لحضرتك الفكرة إن احنا نتجمع في مكان، والحمد لله وفقنا في يعني يمكن أقيم مكان أدبي في مصر هو اتحاد كتاب مصر. كانت لنا ندوة السبت الأول من كل شهر. السبت اللي فات ده كانت الندوة وأقمناها في دار الأدباء، لأن النشاط موقوف في اتحاد الكتاب حتى الانتخابات 29 إن شاء الله اللي جاية. وهناء أخذت جائزة المركز الأول وشهادة تقدير بيها.
إذا في إطلالة أولى للدكتورة هناء على الشتات النيل الثقافية، وقبل صدور الديوان الأول لا أريد، يعني لابد وأن يكون أجمل تعريف للشاعر لدى المشاهدين هي قصيدة تختارها الشاعر أو يختارها الشاعر، فماذا تختارين لنا؟ هي قصيدة كنت بعتز بيها لأن كانت تفاعل متواضع من ألمي تجاه الثورة، وإن كانت أبسط بكتير من الحدث العظيم اللي حصل يعني، بس أنا كتبتها بإحساسي قبل مداد القلم. أنت تكتبين الفصحى فقط؟ نعم. العشق للغة العربية. القصيدة كتبتها على لسان أحد شهداء الثورة وبخاطب فيها مصر، وعنوانها دماء على كف الهوى. بيقول فيها: نامي على سهدي، نامي على سهدي، فرمشك للسما مد الشراك لكي يصيد فؤادي. يا من على جفنيك ينتحر الهوى من فرط عشق، قد سئمت رقادي. شفتاي من خمر الخدود تثاقلت، أنى تقبل ذا الجبين النادي. لا تجزعي، لا تجزعي، هذا أنا في صبوتي، وجد يشيب فتية الأكباد. نامي، نامي، فنومك في الغرام أميرتي، لو فوق جرحي نشوتي ومرادي. يا مصر يا ليلى أذابت مهجتي، يا مصر يا ليلى أذابت مهجتي. غدرا رميت بساحة الأوغاد، برصاص من قتلوا العروبة من بني وطني لأجل عباءة الأسياد. يا وردة العمر الذي ما عاشني، يا وردة العمر الذي ما عاشني، لأعيش مشتهيا عبير بلادي وأموت تذرفني عيون الكون آسفة وتنعيني زهور الوادي. إني رصفت لسحر هدبك راضيا جسد الطري بسلم الأمجاد. دوسي على روحي وقومي حرة، دوسي على روحي وقومي حرة، فكي سنين الأسر في الأصفاد. يا مصر يا أما تجمع أمة، يا مصر أنت الروح في الأجساد. قد سبحت بهواك كل أجنة الأرحام، فاستمعي وكل جمادي. سودي على كل الدنا، سودي على كل الدنا، وتبختري تيهي بشعبك صفوة الأولاد. لو لم أكن من بطن مصر ونسلها لبرئت من نسبي إلى أجدادي. وسألت ربي أن يسويني حصن سكنت ثراها فاحتوى أوتادي. لو كنت أملك أن أمزق بنيتي ألفا من الأجزاء فوق عتادي، لبذلتها جزءا فجزءا مقدما لأذوق ألفا طعم الاستشهاد. يا مصر، يا مصر يا خلد الجنان، خطبتها بالشعر فاستعصت بغير جهادي. إني أطلت رباط خيل عزيمتي والآن أفلتها لجام جيادي. ليسطر التاريخ أن عروبتي اليوم تنفض ذلها المتمادي. فلقد سكبت على الدوات كرامتي، خضبت من دمي الزكي مدادي. وكتبت في كفني شهيدك كلما يطغى الظلام طغى عليه عنادي. نامي على وجعي، نامي على وجعي، فكيف هو الهوى إن لم أمت حتى تعيش بلادي. دكتورة هناء، لا تخطئك الذائقة أبدا. من الوهلة الأولى العلاقة بالقصيدة، العلاقة بالكلمة، العلاقة باللغة واضحة جدا أستاذ عاطف. نعم أكيد، هي شاعرة متمكنة بالفعل، وبقول لحضرتك إن من أول ما دخلت في المنتدى في الحقيقة وهي جذبت الانتباه إليها كشاعرة فصحى متمكنة. وكان من العجيب إن أنا عرفت إن هي من قرية جنب قريتي، أنا من مركز حوش عيسى البحيرة، وهي من قرية الزمام، هي من قرية اسمها المشرقي أو المشارقة. فكان مفاجأة جميلة بالنسبة لي إن واحدة من جواري يعني
تمتلك هذه اللغة وهذه القدرة على كتابة القصيدة الفصيحة في زمن يهرب فيه الكثيرون من القصيدة الفصحى المقفاة أو العمودية إلى النثر وأشكال أخرى من الكتابة. دكتورة هناء، الديوان لا أريد يعني لماذا تأخر؟ عفوا، ديوان لا أريد هذا ديوان لي صدر لي أستاذ حسن. ديوانك لكن أنت، ديوانك هي أنت لسه لماذا؟ انا لسه دلوقتي مشغوله بدراسه الشعر اكثر من حتى على هذا المستوى لم تطبع كتابا بعد. لا لسه انا ما درستش العروض غير من سنه واحده بس، ولسه ما اتممتهاش. ولكن انا عشان فاضيه دلوقتي وفي وقت فراغ في حياتي، فمهتمه بدراسه الشعر، لانه قلت لحضرتك ان علم العروض مش سهل. اللغه العربيه انا بطبيعه حكم التخصص بعيده تماما عنها من حوالي 10 سنين من ايام الثانويه العامه، ودي مش سهل، ده بحر اللي يدخل ويغرق فيه. فانا مهتمه دلوقتي بدراسه الشعر، يعني من اولوياتي اكثر من طباعه الديوان، لان كده كده الديوان هينطبع. وفي نفس الوقت عايزه لما انزل في الوسط الادبي كله يعرف مين هي هناء المشرقي، يبقى يعني شيء ملفت للانتباه. إذا نحن في انتظار الديوان الأول دكتورة هناء المشرقي بهذا المستوى الذي لا ترضى عنه الآن، ولكن دائما المبدع يتجاوز وينتظر الأجمل والأحلى والأروع. الشاعر أستاذ عاطف الجندي، لا أستطيع أن أفوت عن نفسي الفرصة وألا نستمع إلى قصيدة من قصائدك. حاضر. بعيدا عن أشعار الثورة، أنا حقيقة كتبت أشعار ثورة كثيرة ويمكن موجودة على الإنترنت، لكني هقول قصيدة كتبت لمصر أيضا ولكن قبل الثورة، اسمها المعوذة. إني أعيذك من دروب الغي، وأرد عنك اللص والشرطي. إني أعيذك من دروب الغي، وأرد عنك اللص والشرطي، وأظل منتبها إذا نام المدى، أتلو على اسمك آية الكرسي. وأشد ما أخشى عليك من الدنا، وأموت خوفا في دجى منسي، إن راح طيفك للضلال بعينه، ورأى السلامة في هوى عبري. ورأيت إبليس اللعين فخلته قمرا ينير على جبيني نبي. يا حلوتي أضحيت شاحبة، وما كنت الطبيب ولا أنا بولي. أنا عاشق يهواك صبحا باسما، أو كنت حتفا يشتهي لسمي. ما خير العشاق في لون الهوى، قدرا نذوب ونشتهي للكي. فتدللي ما شئت أن تتدللي، سأظل أحيا في هواك صبي. أسترجع الأحلام دفئا ضمنا في حضن شوق طاهر وندي. أرضعتني حب التراب فطمتني عن أي شاردة تشين نقي. ما زلت أذكر والعبير على فمي قصص الطفولة والهوى العذري. ونشيدك المزروع في قلب الفتى قد أثمر الإحساس بالوله الشجي. فإذا ذكرتك فالدموع قصيدتي، ويرف طيفك شائقا وبهي. وأظل أهتف أنت كل حكايتي، والعمر دونك مرهق وشقي. وأعوذ بالرحمن أن تتكسري، أو أن أراك مدانة كبغي. ما دام صبح يحتوي أملا لنا، سأظل أهتف بكرة وعشي. إني أعيذك من دروب الغي، وأرد عنك اللص والشرطي. وأظل منتبها إذا نام المدى، أتلو على اسمك آية الكرسي. وسلا مصر هل سلا القلب عنها، أو أسى جرحه الزمان المؤسي. وطني لو شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي. يعني كنت أتمنى أن يطول بنا اللقاء في حضرة الشعر، ولكن لنا لقاءات أخرى حين صدور الديوان الأول، وحتى ترضى الدكتورة هناء على ما تحب أن تنشره على الناس. بشكر الدكتورة لي كلمة قبل ما حضرتك ما تشكر بس أستاذ حسن. أنا بتنبأ لهناء في الحقيقة على الهواء مباشرة
ان هناء يكون لها اسم في الشعر الفصيح تحديدا لما تملكه. هي ليها قصيد اجمل من اللي هي قالتها، كنت اتمنى بالفعل ان يكون في وقت ان احنا نسمعها ان شاء الله. ان شاء الله لما لكن في القابل يا استاذ حسن ان شاء الله في لقاءات تكون لنا اخرى، معنا. وستكون هناك فرص اكبر في ان نستمع اكثر واكثر. وان شاء الله يعني في الايام المقبله ستعود الذائقه المصريه بروعتها، وسيعود المبدع المصري، وسيعود المناخ الذي لن يقبل في اطاره باقل من درجه مبدع. بشكر الاستاذ عاطف الجندي الشاعر ومؤسس منتدى عاطف الجندي. بشكر الشاعر الدكتوره هناء المشرقي. بشكركم اعزائي المشاهدين. ما زلنا نتواصل معكم. الفقره التاليه تاتيكم والزميله حليمه خطاب، ولكن بعد قليل.